النهارده الفطار ايه؟ النهارده الفطار مخصوص لمرضى السكري. اتطلب مني ان انا اعمل فطار ووجبات ومشروبات لمرضى السكري، وفي نفس اليوم لازم انفذ الطلب اللي اتطلب مني. انتوا طلباتكم ليا اوامر. تعالوا بص بقى، عملنا فطار النهارده، وجبه لمرضى السكري وينفع للدايت، بجد يجنن، حط تحت يجنن 100 خط. ومشروب النهارده برضو لصحي ولمرضى السكري وللدايت. تعالي بقى هقولك على حاجات جميله، ولو عايزين وصفات للدايت ووصفات للحاجات الصحيه اكتبوا لي في التعليقات، وهتلاقوني هديكم حاجات كتيره جدا وهتعجبكم، وتغيير في الاكل كتير جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوه ده؟ يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. تعالوا هفتح الوجبه معاكم، ويا رب تكون الصوره واضحه جدا للاكل. تعالي بقى بصي الجمال والحلاوه، تجنن، خطيره. ايوه انا وصلت لكم للطعم، هي شبه البيتزا الشرقي، الفطير الشرقي. حلوه جدا، يلا بينا. اول حاجه بقى هاتي معاكي الطاسه اللي هنعمل فيها. جبت الطاسه، اعمل ايه يا شيماء؟ نقطتين من زيت الزيتون. نقطتين من زيت الزيتون يا شيماء خطر على النار؟ انا مش حاطاه على النار، كملي، انا مش هديكي حاجه فيها خطوره ليكي ولا هديكي حاجه غلط. طب ما عنديش زيت زيتون يا شيماء؟ نقطتين زيت عادي او نقطتين سمنه اللي انت حباه. هاتي بوله حطي فيها بيضتين، وبعد كده معلقتين كبار من الجبنه القريش او الجبنه البراميل او اي نوع انت حباه. تمام. وبعد كده هاتي معلقتين كبار من الجبنه الموتزاريلا، ولو مش عايزه جبنه موتزاريلا، الجبنه الموتزاريلا دي على فكره لايت، لو مش متوفره عندك ما تحطيهاش، ومعلقه صغيره من الدقيق. مش هتعمل حاجه لمرضى السكر، معلقه الصغيره من الدقيق. رشه من الملح، والملح حسب الرغبه، رشه من الشطه، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. والكلام ده كله بقى قلبيه كويس جدا 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 جدا. وبعد كده معايا زيتون هوريكي هحطه امتى. بعد ما قلبت الكلام ده كله، جبت بقى كده ورق من البقدونس، حطي الكميه اللي انت حباها، وبرده اديله كده تقليبه. وتعالي بقى ايه، نحط الكلام الجميل الطعم القمر ده في الطاسة بتاعتنا. يجنن، طعمه حلو جدا لمرضى السكري ومرضى السكر، عشان لو محدش عارف السكري هو مرضى السكر. بينفع حلو قوي للدايت، تغيير قوي للاكل. بصي حلو جدا بجد، الاكل صحي وطعمه يوديكي في حتة تانية. حط شرايح الزيتون كده، وورقة النعناع دي هتدي ريحة للبيض ده خطير. حطيه على نار هادية، وغطيه بقى لحد ما يستوي كده من فوق، واديله اللون، درجة اللون دي اللي انت حباها. انا بحبه متحمر قوي كده. دي الاكل اذواق، انا عندي اخويا يعشق القراقيش وهي متحمره بزياده وهي داخله على سنه الحرق، فبعم بيجي اعمله القراقيش بعمل له حبه متحمرين. الاكل ده اذواق. اتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم سلام.